الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا الجميل، أدركوا اللحظة الفارقة. احنا الوقت يا جماعة في سادس ليلة من الليالي العشر اللي الله أقسم بها في القرآن. يا ترى وصلنا مع ذكر الله لفين؟ يا ترى وصلنا في حياة قلوبنا مع جنة الذكر لحد فين يا جماعة؟ يعني سبحان الله العظيم، كتير قوي من الملحدين لما تيجي تتكلم معاهم تلاقيهم دايما شايفين ان الحياة قاسية جدا، وان امور الحياة قاسية، وان الاقدار قاسية جدا. وتلاقي الكلام ده في الشعر بتاع جفارة وفي اشعار وفي كلمات ناس كتير جدا من الملحدين. هي الحياة مش قاسية ولا حاجة، واقدار ربنا مش قاسية ولا حاجة، ولكن الانسان لما بيعرض عن ذكر الله، الله بيسلب منه 4 حاجات. لما بيسلبوا من الإنسان بتبقى الحياة سوداء لا تطاق. ايه ال4 حاجات اللي بيسلبوا من الإنسان لما بيعرض عن ذكر الله؟ رقم 1 السكينة. الدنيا ما عادش بيبقى فيها سكينة، بيبقى كلها قلق وتوتر ونوبات هلع وفزع واكتئاب وأمراض نفسية. الحاجة التانية البركة. بيبقى الحياة فيها رزق ولكن مفيش فيها بركة. مفيش بركة في الوقت، مفيش بركة في الشهادات، مفيش بركة في الجواز، مفيش بركة في الذرية. الحاجة التالتة اللي بتسلب من الإنسان لما بيعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى التيسير. يريد الله بكم اليسر ولكن الإنسان مصمم على العسر. بتبقى الحياة صعبة، الجنيه بيجي بيطلع الروح، حتى التوبة بتبقى صعبة، حتى اللي عايز شاب عايز يتوب من عادة سرية بتبقى صعبة. ليه؟ لأنهم أعرضوا عن ذكر الله. الحاجة الرابعة اللي بتسلب التوفيق. الناس بتتعب جدا وفي النهاية ما بتحققش هدفها. يفضل الناس تطحن في الدنيا ويجي آخر عمره يلاقي نفسه ما وصلش للي هو عايزه، مفيش توفيق. فال4 حاجات دول لما بيسحبوا من حياة الناس بتبقى حياة الناس لا تطاق. طب تعالوا بقى يا جماعة شوفوا ذكر الله ازاي بيعالج الإلحاد، ازاي بيعالج الشبهات، ازاي بيعالج الوساوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا واحد حفتهم الملائكة، عشان ما فيش شيطان يقدر يدخل ليهم يفسد عليهم سعادتهم بالذكر. 2 وغشيتهم الرحمة، يرجعوا تاني زي الجنين اللي كان الرحم بيغشاه، يبقوا محاطين برحمة الله. كل ده لما بيذكروا الله. 3 ونزلت عليهم السكينة. السكينة تملأ قلوبهم بالأمان، يبقوا من جوه عندهم سكون، مفيش قلق، مفيش فزع، مفيش توتر، مفيش ما يعرفش ينام إلا لما ياخد مهدئ، مفيش ما يعرفش يصحى إلا لما ياخد دواء اكتئاب. 4 وذكرهم الله في من عنده. ايه يا اخوانا ده؟ يعني حل الإلحاد والشبهات والشكوك، حل ان السكينة ترجع تاني، والبركة والتيسير والتوفيق هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ما اجتمع شباب في عربية بنتلي او كريزلر او اي حاجة يسمعون شريط اجنبي او قدام موقع اباحي الا حفتهم الشياطين وغشيتهم الكآبة ونزل عليهم الاكتئاب والتوتر. ده سنة من سنن ربنا يا جماعة. قد ايه الذكر بيحفظك في حياتك، قد ايه الذكر يا حبيب قلبي ربنا يحفظك بيه من الشياطين والوساوس والاكتئاب قد ايه. انت عارف لما بتقول ذكر الخروج من المنزل كان مستنيك 2 شياطين عشان يبهدلوك، ربنا نجاك منهم بسبب الذكر. عارف وانت داخل بيتك على مراتك واولادك، عارف لما بتذكر ربنا وانت داخل كان في شلة شياطين مستنياك عازمة نفسها في البيت عندك غصب عنك. انت نجيت نفسك منهم بذكر الدخول من انك ذكرت الله وانت داخل البيت. عارف لما بتيجي تنام وتذكر الله كان في شيطان مستني لك عند راسك عشان يوترك ما تعرفش تنام، عشان يجيب لك ارق، عشان ينيمك ما تصحاش الفجر. عارف لما بتذكر الله عند الجماع كان في شيطان هيشاركك في ذريتك. يعني في عدو مستنيك 24 ساعة لن تنجو منه إلا بذكر الله. هو إيه اللي نجى موسى من فرعون غير ذكر الله؟ ولا تنيا في ذكري. هو إيه اللي نجى يونس من بطن الحوت غير ذكر الله؟ فلولا أنه كان من المسبحين. سيدنا يحيى بيقول لقومه، بيقول لهم: مثل الذاكر ربه كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره.
يعني انا لما بقرا الحديث ده يا جماعه بحس ان في واحد بيجري زي المجنون ورا واحد صراحا في اثره، الشيطان هيتجنن وراكي عايز يضيعك. فتحصن في حصن حصينة وليس أحصن من الشيطان من ذكر الله. حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب التوصية بتاعتنا ايه المرة دي؟ احنا بنتكلم عن الوقاية من الإلحاد والشبهات والوساوس، أذكار الصباح والمساء، الكنز اللي ناس كتير مش واخدة بالها منه. يا جماعة أنا عامل لكم ورقة بفضل ومنة الله، عاملينها لكم هتنزل مع الحلقة بعد الحلقة على طول، ورقة مقسمة أذكار الصباح والمساء ل5 مجموعات عشان تدركي خطورة أذكار الصباح والمساء، الجرعة اللي لازم تاخديها مرة بعد الفجر ومرة بعد العصر مدى الحياة. 1 أذكار ضد السحر والحسد والشياطين والجن اللي مبهدلة الناس، زي ايه؟ زي قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات. 2 النوع الثاني من اذكار الصباح والمساء مقسمينها لكم عشان تعرفوا خطورة انها مفاتيح للنجاة. 2 اذكار تتعلق بالاستفتاح في الحياة، مفاتيح للنجاح في الحياة عشان ربنا يفتحها في وشك من اول اليوم. زي ايه كده؟ زي سيد الاستغفار، الاستغفار عشان ربنا يشيل الذنوب اللي منع الفتح، زي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. 3 أذكار تتعلق بالتأمين على المستقبل والتأمين على الصحة والرزق. الصحة والرزق، تخيل مرتين بتأمن على صحتك ورزقك، زي دعاء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. 4 أذكار تتعلق بأنك تبدأ يومك بصفقة كبيرة وحسنات كبيرة مع الله سبحانه وتعالى. زي إيه يا جماعة؟ زي الذكر بتاع سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، بتاخد كمية حسنات جبارة على الذكر ده من أول اليوم. المجموعة ال5 أذكار تتعلق بتجديد العهد مع الله وتجديد الفطرة في القلب وإحياء معاني الإيمان اللي من غيرها ما تقدريش تقومي رياح الحياة العاصفة وابتلاءاتها. زي إيه؟ زي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. زي إيه؟ زي اللهم بك نحيا وبك نموت، اللهم بك نحيا وبك نموت وإليك النشور. زي إيه؟ زي اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. تخيلوا بقى ال5 كنوز دول رسول الله عليه الصلاة والسلام بيحط قدامك كل يوم الفجر 5 صناديق كنوز، 5 صناديق مجوهرات، وانت بترفضيهم. نقي ذكر واحد من كل مجموعة. يعني انا بقول لكم الحاجه اللي انا بحاول اعملها حتى على نفسي، نقي ذكر واحد من كل مجموعه خليه دستور في حياتك، ذكر واحد ان شاء الله باذن الله. الورقه الخطيره بتاعه تقسيمه اذكار الصباح والمساء هتنزل لكم بعد الحلقه على طول على الصفحه عشان تصوروها وتوزعوها وتطبقوها وتنشروها عشان نبقى جنود لنشر ذكر الله في الارض. حبايب قلبنا في الله، شبابنا الجميل، حبيب قلبنا الغالي، أدرك اللحظة الفارقة، أدركوا اللحظة الفارقة. احنا في أخطر 10 أيام في السنة، 10 أيام ما فيش بعدهم موسم غير بعد 10 شهور. يعني انت بتشحني قلبك بذكر الله ل10 شهور مستمرة لحد ما يجي رمضان. يعني ال10 أيام دول عايزين نركز في ذكر ربنا فيهم قبل ما يروحوا من ايدينا ونلاقي نفسنا خرجنا من غير ما نتشحن لمواجهة الحياة بذكر الله. أدركوا اللحظة الفارقة. جزاكم الله خيرا.